Evet, birazcık daha sağa doğru yanaşabilir miyiz? Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Kanımız feda olsun Aksa'ya! Kanımız feda olsun Aksa'ya! Geçen yıl Seyful Kudüs'ün kılıcı zaferiyle birlikte artık Mescid-i Aksa'daki direniş başka bir boyuta ulaşmıştır. Sadece Mescid-i Aksa'yla sınırlı kalmayan, bütün Müslümanların dahil olduğu, artık başımızı önümüze eğeceğimiz, üzüleceğimiz, dert yanacağımız bir mesele olmaktan çıkmış, kılıçların kınından çıktığı, Kudüs kılıcı zaferi olarak nitelendirdiğimiz, zaferin ayak seslerinin çok yakın olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu çok kritik bir süreçtir. Onun için niyetlerin sürekli taze olması, canlı olması, Mescid-i Aksa'daki murabıt ve murabıtaların her an, her saniye Türkiye'deki kardeşlerinin kendileriyle canları pahasına yanlarında olduğunu hissetmeleri gerekir. Oradaki kardeşlerimiz cihadın ilk safında, birinci safta, kurşunların önünde bizim adımıza canlarını feda etmek üzere eğer bir mücadele içerisine girmişlerse, ikinci, üçüncü safta olan bizlerin geri adım atmadan, direnişe destek vererek, oradaki kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'yı Siyonist işgalcilerin kirli postallarından, kirli çizmelerinden, necis ayak izlerinden temizleninceye kadar vermiş oldukları, olacakları büyük mücadelenin nihayete erinceye kadar destekçisi olduğumuzu kendilerine çok net bir şekilde hissettirmemiz gerekir. Elhamdülillah, nasırul mücahidin ve mudillil keferetil mütecebbirin. أشكر جميع من حضر من شباب الجمهورية التركية ومن نساء الجمهورية التركية ومن أطفال وشيوخ الجمهورية التركية. من هنا أنقل لكم تحية المرابطين في المسجد الأقصى المبارك الذين تعرضوا فجر الجمعة لأبشع الانتهاكات بحق هؤلاء الشبان المصلين والنساء المصليات والشيب الشيوخ الذين يصلون في المسجد الأقصى المبارك. وأنتم شاهدتم فجر الجمعة كيف للمحتل الصهيوني الذي يضرب بالهروات وبالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص المطاطي والرصاص الحي هؤلاء المصلين الذين لا يملكون أي سلاح بل بقوة غير متكافئة داخل المسجد الأقصى المبارك. وفلسطين ليست للفلسطينيين فحسب، وإنما هي لكل المسلمين، وخاصة في مقدمتهم للجمهورية التركية. فأشكر الجمهورية التركية والشعب التركي على بقاء فلسطين دائما في قلوبهم، وأنتم هنا أيضا مرابطين كما المرابطين في المسجد الأقصى المبارك في فلسطين. فمن هنا أبرق بالتحية إلى أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال الصهيوني، حيث أن هناك 4400 أسير يغيبون خلف قضبان الاحتلال في سجون مظلمة تحت الأرض. فالأسرى الفلسطينيين يدافعون عن كرامة أمتنا وعن كرامة الشعب الفلسطيني، يفنون شباب أعمارهم وزهرات شبابهم داخل سجون الاحتلال، يحرمون من الطعام والإهمال الطبي بحق المرضى داخل السجون.
وهنا أمامكم شاهدة على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حيث اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وأنا حامل في الشهر الأول، وقيد يدي وعصب عيني وقيد أقدامي ووضعوني في زنازين انفرادية تحت الأرض بطابقين. حكم علي 3 سنوات بقيت فيها مع طفلي الذي أنجبته داخل السجون. هذه هي إسرائيل التي تدعي الديمقراطية، بل هي إسرائيل الصهيونية الهمجية الوحشية التي تضرب النساء وتعتقل الشبان وتعتقل الأطفال كأحمد مناصرة الأسير الفلسطيني. أرجو منكم بقاء تكاثف الجهود وتعاضد الجهود من أجل تحرير المسجد الأقصى المبارك من دنس الاحتلال الصهيوني، وأيضا العمل على فك قيد أسرانا والعمل على فك قيد نسائنا وأطفالنا من غياهب السجون داخل أراضينا المحتلة.